وقع حادث مرور خطير على الطريق السيار شرق غرب، حيث اصطدمت حافلتان لنقل المسافرين في منحدر زواغي سليمان. أسفر الحادث عن إصابة 27 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 4 و65 سنة. تدخلت وحدات الحماية المدنية بسرعة فائقة لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى في عين المكان. بعد تقديم الإسعافات الأولية، تم نقل المصابين على جناح السرعة إلى المستشفى لمتابعة العلاج. جرى كل ذلك في أجواء من التجند التام لجميع الوسائل المادية والبشرية تحت إشراف والي الولاية عبد الخاق صيودة. حضر العملية أيضاً اللجنة الأمنية ومديرة الصحة ومدير الحماية المدنية، الذين وقفوا على سير عمليات الإغاثة والتكفل بالمصابين. خلف الحادث صدمة كبيرة في أوساط مستعملي الطريق والرأي العام المحلي،